بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معايا وصفة جميلة، هنعمل مع بعض صينية بطاطس بطريقة مختلفة وطريقة جميلة، والطعم طبعا هيكون جنان بجد. هتجربوها إن شاء الله، حاجة فخامة جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهاردة طبعا هعمل النهاردة 25 كيلو بطاطس. ال25 كيلو بطاطس دي يا جماعة هيأكلوا في وجبات، نعمل وجبات هيأكلوا حوالي عن 350 فرد. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاول معايا حله على النار، بنحط فيها حوالي عن لتر الا ربع زيت، ونص كيلو سمنه، وحوالي عن 4 بصلات او 5 بصلات كبيره متقطعه كده، واربع او 5 قرون فلفل اخضر على النار، كلهم بيتحوروا على النار. بنقلب على طول لغايه لما البصله توصل للون اللي هو البني الغامق، درجه البني الغامق قبل الاحمرار طبعا. وبعد كده بنكون مجهزين الطماطم مضروبة. بننزل حوالي عن 15 كيلو طماطم مضروبة في الخلاط على ادي لون البصل. لون البصل هي البني الغامق ده، بعد ما اتحمرت في الزيت والسمنة على طول بننزل عليهم ب حوالي عن 15 كيلو طماطم مضروبة في الخلاط. وهنعمل مع بعض البطاطس، هنشوف هنعملها ازاي. طبعا بنسيب التخديعة ديت او تتسبك على النار لغاية لما نبص نلاقي ان الزيت طلع على وش الطماطم. يعني هي دي لسه المرحلة دلوقتي، هي لسه بتتسبك، لسه طبعا ما خلصتش تسبيك. تتسبك لما نلاقي في وش على وش الطماطم بدأت تبقى في زيت او سمنة على الوش كده من فوق. نيجي على البطاطس على طول، بتكون متقشرة ومحطوطة في مية. طبعا البطاطس يا جماعة بعد ما تتقشر تحط في المية عشان طبعا لونها ما يسودش او يسمر او يتغير لون. بعد كده على طول بنقطعها طبعا حوالي عن او حلقات كده. وطبعا احنا في الافراح طبعا بنعمل حلقات تخينة شوية عشان تستحمل طول النهار معانا في النار، فاحنا بنعملها تخينة. الحلقات نفسها بتكون تخينة شوية. طبعا اللي عايز يعملها في البيت ممكن يرفعها خالص، بتكون طبعا كمية صغيرة ولا حاجة. فاحنا طبعا طول النهار او طول اليوم بنقعد ندفي البطاطس وندخلها الفرن، نحطها على النار عشان تفضل سخنة واحنا بنقدمها الوجبات. معايا حوالي عن كيلو من الجزر متقشر، ونقطعه برضو جوانح كده، بيتحط مع البطاطس. طبعا الجزر مع البطاطس بيدي لون وطعم جميل جدا، بيدي البطاطس سكارة كده جميلة، بالذات لما ينضاف مع البطاطس بيكون جميل جدا. ادي البطاطس وادي الجزر وادي اهي، شايفين كده الزيت طلع على الوش اهو، يبقى كده اتسبكت 100%. هي كده جاهزين ان احنا نضيف عليها البطاطس. طبعا لغاية دلوقتي احنا لسه ما حطيناش اي بهارات او اي ملح او اي حاجة. ادي البطاطس بعد ما قطعناها على طول بنغسلها تاني، واحنا غسلناها مرة بعد التقشير وكمان مرة بعد التقطيع كمان. نغسلها بمية، تكون مية طبعا لما تكون رايقة 100% خلاص تكون هي جاهزة. وعلى طول في المصفى نصفي البطاطس من المية، وطبعا تخديع على النار اتسبكت. واول ما قلنا ان الزيت بيظهر على الوش كده يبقى كده خلاص هي اتسبكت، وبننزل عليها على طول بالبطاطس المتقطعة. يبقى قلنا تاني معايا 15 كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، و25 كيلو بطاطس متقشرة ومتقطعة، وكيلو جزر. لغاية دلوقتي احنا بنقول ماشيين واحدة واحدة اهو. كيلو جزر متقطع مع 15 كيلو طماطم مضروبين في الخلاط مع 25 كيلو بطاطس حطيناهم على الحلة اهوت. وطبعا التسبيكة طبعا مش هتاخد الكمية دي كلها، فلازم نزودها مية. نزود البطاطس مية عشان طبعا تستوي براحتها، وما تكونش طبعا ان التسبيكة تكون قليلة عليها، فبنزود مية وعلى طول بنقلبها عشان طبعا المية تدوب مع الطماطم المسبكة. دي كده اول مرحلة. يعني البطاطس بنعملها حوالي عن 3 مراحل، دي اول مرحلة بنعملها كده. بعد ما نقلبها كده بنكون طبعا مجهزين البهارات بتاعتنا. البهارات معايا فلفل اسمر حوالي معلقة كبيرة، فلفل اسمر وقرفة خشب حوالي عن 3 قطع قرفة خشب،
معايا ملح صيني او ملح سعودي، معلقة كبيرة برضو ملح سعودي او ملح صيني. ومعايا كمون، برضو معلقة كبيرة من الكمون. ومعايا ملح و بهار لحمة. وفي الاخر معايا بودرة زعفران اللي هي بتدي لون غامق. الخلطة دي يا جماعة بقى عبارة عن حبهان مطحون مع جوز الطيب. بنحط معلقة صغيرة كده من الحبهان مطحون على جوز الطيب، وحطينا كيس ملح، وادي البهارات. يبقى تاني البهارات معايا فلفل اسمر، كمون، بهار لحمة، زعفران، ومعايا معلقة صغيرة من الحبهان وبلح جوز الطيب مفرومين مع بعض، وطبعا عودين قرفة كده حطيناهم مع بعض. طبعا اللي حابب يحط شطة يخليها حراقة شوية مفيش أي مشكلة، بس طبعا احنا مش حاطين شطة عشان لسه هنحط فيه خلطة تاني. كده البطاطس بتستوي، بنعمل لها بقى التوبينج أو الخلطة هتحط على وش البطاطس. معايا بنجيب حوالي عن كيلو من الفلفل الأخضر. طبعا الفلفل الأخضر درجات، في أخضر غامق، في أخضر فاتح، وفي أحمر. بنقطع طرنشات كده. ومعايا حزمة من شبت البقدونس بنقطعهم برضو، وحوالي عن 6 بصلات كبار كده أو 7 بصلات كبار بنقطعهم حلقات كده. طبعا الحلقات ديت لازم تقطع حلقات عشان لما نشتتها من بعض تقطع الحلقة بحلقتها كده زي ما احنا شايفين كده. نقطع البصل حلقات كده عشان بنفكها من بعض، فبتطلع كلها حلقات شكلها جميل كده، بتتحط على وش البطاطس. يبقى التوبنج اللي هنحطه ايه تاني؟ ربطة شبت وربطة بقدونس وفلفل. وكده البطاطس استوت اهيت، بنطلعها. يعني بتستوي حوالي عن 3/4 سوا. البطاطس مش بنخليها تستوي على الاخر عشان طبعا لسه هندخلها الفرن تاني، فالبطاطس بتستوي حوالي عن 75% او 3/4 سوا. وعلى طول في صواني، ونبدأ نرصها في صواني. طبعا الصينية من دي بتاخد حوالي عن 6 كيلو بطاطس، صواني كبيرة مقاس حوالي عن 60، بتاخد حوالي الصينية لوحدها بتاخد 6 كيلو بطاطس. بنصفيها من الخلطة ديت ونحطها في البطاطس. وعشان طبعا هنحط او هنضيف لها دلوقتي التوبينج او الخلطة اللي قلنا هتحط على الوش ديت، هنشوفها ازاي. ادي البطاطس بنصفيها خالص من الخلطة بتاعتها. وطبعا ما نزودش الكمية في الصينية، يعني ما نخليش الصينية يعني مليانة على الاخر، لا بنخلي بس يدوب كده ايه طبقة كده، عشان لسه طبعا هنحط التوبينج بتاعها. ولسه بنحط شايفين الصلصة ديت لسه بنزود لها صلصة كمان، فما نزودش البطاطس او ما نكترش البطاطس في الصينية عشان بقية المكونات اللي هتتحط. يبقى النهاردة قلنا المناسبة معايا النهاردة 300 وجبة. خدوا معايا 25 كيلو بطاطس، خدوا معايا 15 كيلو طماطم مضروبة، والتوبنج اللي هنعمله طبعا بصل، شبت وبقدونس وفلفل وطماطم. دي كلها نقطعها حلقات كده، وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. قلنا البهارات معايا فلفل اسمر وكمون وجوز الطيب وحبهان و بهار لحمة وقرفة خشب وملح سعودي وملح عادي. دي كلها بتضاف على البطاطس، بتديها نكهة جميلة جدا. وطبعا اللي حابب يحط اي بهارات تانية انا بقول لكم البهارات اللي احنا حاطينها النهاردة يعني. كده دي اخر صينية معايا. بنصفي خالص البطاطس اهيت. خدت معايا 4 صواني. قلنا الصينية بتاخد لها حوالي عن كيلو 6 كيلو من البطاطس المتقطعة. بنصفي البطاطس كلها كده. خلاص كده خلصنا كمية البطاطس كلها، وعلى طول هنشوف هنعمل ايه في المرحلة الجاية. يبقى دي تاني مرحلة، تصفية البطاطس اهيت. وعلى طول بنشوف التوبنج اللي هنعمله، الخلطة اللي هتحط على الوش دي اللي هنفردها على الوش ديت.
كنا قطعنا بصل، قلنا بصل حلقات، قطعنا فلفل اخضر، قطعنا جزر، لسه هنبشر جزر كمان عليها، وشبت وبقدونس، ربطة شبت ربطة بقدونس. وادي الخلطة كلها جاهزة اهيت. طبعا لسه فيه هنحط كمان حوالي عن 4 جزرات مبشورين كده على الخلطة ديت. ولسه طبعا هنقطع طماطم هنحطها على الوش. بس طبعا قبل ما نحط التوبينج ده على البطاطس بنعمل ايه؟ بنتبلها برضو، عشان طبعا التوبينج او الوش ده يكون واخد من كل البهارات برضو. مش ما نسيبوش كده من غير بهارات، عشان ما يبقاش طعمه ماسخ ولا حاجة. فطبعا بنتبله برضو بنفس البهارات اللي احنا تبلنا بيها البطاطس، وبنقلبه مع بعض ونفرده على وش البطاطس. ادي بنتبل الخلطة اهي. بنحط عليها اول حاجة ملح وفلفل اسمر، كمون، بهار لحمة، وقلنا معلقة من جوز الطيب والحبهان برضو. بنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده، ونبدأ نبشر جزر عليهم برضو اهوت. يبقى دي ادي المكونات كلها، وعلى طول هنقلبهم كلهم مع بعض عشان يتدخلوا مع بعض في حلة كبيرة كده. بنقلبهم كلهم عشان البهارات تتداخل في المكونات اللي احنا حاطينها ديت، ونكون جاهزين كده ان احنا نحطها على وش البطاطس من فوق. ديت كانت حلقة البطاطس النهاردة، حلقة جميلة جدا، جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم. حاجة بجد جميلة جدا. والنهارده التركه اللي احنا قلناها ان احنا بنحط حزمه من الشبت وحزمه من البقدونس على الخلطه ديت، بتفرق في الطعم جدا مع البطاطس. طبعا عملنا البطاطس كذا مره بكذا طريقه على القناه عندي، فطبعا كل مره بنغير حاجه وبنضيف حاجه عشان طبعا ما تكونش حاجه رتم واحد ماشيين عليها. وادي الجزر اهوت، بنبشر حوالي عن 4-5 جزرات كده على الخلطه ديت، وكده تكون الخلطة دي جاهزة ان احنا نرشها على وش البطاطس من فوق. بنقلبها الاول تقليبة كده عشان تتداخل برضو مع المكونات كلها. وبنحضر الصواني طبعا محطوط فيها بطاطس. قلنا البطاطس حوالي عن 75% او 3/4 سوا، مش مستوية على الاخر، عشان طبعا لسه هتكمل سواها في الفرن. ادي الخلطة اهي جميلة جدا، متبلة بشوية بهارات اللي قلنا عليها ديت، وقلبناها كلها مع بعض. وعلى طول بنجهز الصواني ونرشها على الصواني. ادي اول صينية اهيت فردناها كلها على بعض. وبعد كده بنبدأ نبدأ نفرد التوبينج او شوية البصل ده عليها من فوق كده على البطاطس كلها. طبعا منكترش البصل كتير عشان طبعا ايه يستوي على طول، يعني هي يدوب بس كده ايه تاخد وش كده عليها من فوق. وبعد كده ندخلها الفرن. بس طبعا بعد ما نحط عليها اللي هي الصلصة اللي هنقول عليها دلوقتي. ماشي، ادي هي التتبيلة كده تمام كده جاهزة كده ان احنا على طول. طبعا احنا هنعمل دلوقتي مش هنعمل الكمية كلها، هنعمل بس يعني ايه الصينية دلوقتي عشان طبعا ايه وقت البرنامج او وقت الحلقة. قطعنا الطماطم حلقات برضو كده وبنرصها على صينية البطاطس من فوق. ومعايا طبعا الصلصة اللي احنا نشلنا منها البطاطس هنردها تاني على البطاطس. يبقى الخلطة اللي احنا او الصلصة اللي احنا حطينا فيها البطاطس او نشلنا منها البطاطس هنبدأ اهيت. دي كان فيها البطاطس مسوين فيها البطاطس زي ما هي كده. هنبدأ ب كبشة او بدورق كده، ونبدأ نغرف منها نحطها البطاطس تاني. يبقى الصلصة دي يا جماعة ديت اللي كانت مطبوخ فيها البطاطس، عشان في ناس بتسألني بتقول الصلصة دي جديدة. لا مش جديدة، الصلصة دي اللي كنا طبخنا فيها البطاطس و نشلناها منها، وبعد كده بنبدأ نردها تاني على البطاطس. وقلنا طبعا واخدة بهاراتها واخدة كل حاجة.
حطينا التوبنج بس او الوش على البطاطس من فوق كده، ونبدأ نرد تاني الصلصة اهيت لغاية لما اوريكم المقدار. حوالي عن 3 شفاشق كبار كده من الصلصة او الطماطم المسبكة ديت اهيت. وبعد كده على طول يكون الفرن والع، تخش على درجة حرارة حوالي عن 200 درجة حرارة من فوق ومن تحت، او درجة متوسطة من فوق ومن تحت لغاية لما تستوي خالص، ونبدأ تشرب طبعا الخلطة ديت ونبدأ نطلعها على طول. دي كانت حلقة النهاردة. يا رب لو عجبكم الفيديو او عجبتكم الحلقة يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة. اللي اشتركش لغاية دلوقتي اشترك، وان شاء الله لايك للفيديو عشان طبعا الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. ونشير الفيديو يا جماعة، يا ريت اللي يتفرج على الفيديو يشيره على أي وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيس أو على أي حاجة. بندخل بطاطس على طول ويكون النار والعة، وبنسيبها حوالي عن نص ساعة. طبعا هوريكم المراحل بتاعتها. دي أول مرحلة طبعا، عدى حوالي عن ربع ساعة كده اهيت، بدأت تشرب شوية من الخلطة، ولسه في كمان مرحلة هوريها لكم. ادي المرحلة التانية عمالة اهيت في الفرن، عمالة شغالة اهيت على الفرن. وادي المرحلة اللي هي قبل الأخيرة، خلاص كده بدأت تشرب التتبيلة بتاعتها أو الخلطة اللي احنا حطيناها. وفي الآخر طبعا هوريها لكم هي في آخر حاجة. قبل ما ننهي الحلقة أشكر كل الناس اللي بتابعوني، ميرسي جدا على الكلام الحلو اللي بتبعتهولي. يا ريت اللي عايز أي حاجة يكتب لي في المقادير، إن شاء الله احنا مع بعض مكملين مع بعض. دي كانت حلقة النهاردة.